أهلا بيكم في أول يوم من أيام الرحمة. دايما بنستنى رمضان عشان نغير شكل بيوتنا وعزوماتنا وجدول يومنا، بس السنة دي احنا هنا عشان نغير حاجة تانية خالص، عشان نغير النسخة اللي موجودة جوانا. قبل ما تبدأوا بصيام البطن، ايه رأيكم نبدأ بصيام القلب؟ يعني نغسله من أي وجع أو خذلان أو زعل مركون في الزوايا بقاله سنين. النهاردة حلقتنا عن البداية الجديدة، ومعنى انك تدي لقلبك فرصة تانية. في سورة الأنفال في آية جميلة جدا، لو تأملناها بجد هنحس انها طبطبة على الروح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. تخيل ربنا جل شأنه بيبص على نيتك انت، على نية عبده الضعيف. لو لقاك بجد عايز تصفي نيتك وعايز تبدأ من جديد وعايز تسيب حمل الكره والضغينة، هو سبحانه وتعالى هيتولى جبرك ويعوضك عن كل لحظة تعب عشتها. البداية دايما مش محتاجة مجهود قد ما محتاجة قرار انك مش هتشيل شيلة مش شيلتك تاني. خلينا احكي لكم قصة بسيطة علشان تشوفوا بس قد ايه نظافة القلب ممكن تخليك في حتة تانية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد هو ومجموعة من الصحابة، وكان من بين الصحابة دول عبد الله بن عمرو بن العاص. فدخل عليهم راجل يبدو عليه البساطة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فالصحابة استغربوا جدا، وعبد الله بن عمرو بن العاص فضل يراقب الراجل ده بيعمل ايه زيادة. لقى ان صلاته عادية وصيامه عادي، ولما سأل الراجل ده عن السر قال كلمة تهز القلب وتكتب بماء الذهب. قال: إني لا أبيت وفي قلبي غش لأحد. الراجل ده حجز مكانه في الجنة مش بكتر العبادة اللي ظاهر للناس، لكن بنظافة قلبه، إنه بينام كل ليلة وهو مسامح الكل وفاتح صفحة جديدة مع الدنيا كلها. القلب ده بالظبط عامل زي البيت، لو مليته كراكيب، وكراكيب القلب هنا زعل ولوم وعتاب وكره، حقيقي مش هتلاقي مكان للسكينة تدخل فيه. النهاردة جرب ترمي الكراكيب دي كلها بره وسامح عشان انت تستحق ترتاح، مش عشان الناس يستحقوا المسامحة. افتح صفحة بيضة مع نفسك ومع ربنا ومع الناس. ابدأ النهاردة وعاهد ربنا سبحانه وتعالى وقول: يا رب، أنا صفيت قلبي ليك، وصفي لي حياتي.